Audio Jungle. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بالحلقة الثانية من أمثال السياسة. مثلنا بهذه الحلقة راح يكون كوم حجار ولا هجار، مثل عراقي قديم استعملوه الكل. سامعاني كثير من الكبار، من جدي الله يرحمه، من بيبيتي دائما نستعمله: كوم حجار ولا هجار، بيبي كوم حجار ولا هجار. كنا صغار ما نعرف شنو معناه، وبدينا نستفسر عليه وبدينا نعرف شنو معناه، لكن اليوم راح نستعمله على الواقع العراقي الحقيقي. شنو يعني كوم حجار ولا هجار؟ خلينا نشوف هذا الفيديو. السفير السعودي ثامر السبهان قال بالدنيا على الحكومة العراقية صار يومين. الدنيا قالوا على الحكومة العراقية وعلى وزارة العدل. شلون تعدمون القحطاني وأنا ما أدري؟ شلون تعدمون القحطاني وتعطوني خبر ورا ما تعدموه؟ الدنيا قالوا بهاي، حتى بالملفات يفتش. القحطاني طبعا انحكم عليه بالإعدام من سنة 2009، وهسه 2016 نفذوا بحكم الإعدام لأن كاتله كم صايغ وفجر له 4-5 سيارات هيك بالأسواق وكذا، انعدم. مو بس هيك، مو بس القحطاني، اكو 6 أو 7 من زملاء القحطاني ايضا محكومين بالاعدام من سنه 2009. السفير السعودي ثامر السبهان يقول لهم دولة اذا ما عيد محاكمتهم يا حكومه عراقيه ترى اسوي ما اسوي. طيب استاذ علي، حط لي ايران او ضع ايران في توصيف سياسي وتوصيف حجم التواجد الايراني والتحكم الايراني في العراق سياسيا. 50% من أوراق اللعبة السياسية العراقية في يد إيران، وال50 الباقية في يد أمريكا. والأمريكان أنا كنت لسه هقول لك أمريكا فين، في لقيتك بتقول لي 50% إيران في يد هؤلاء و50 في يد هؤلاء. مفيش عراق بقى؟ لا يوجد. البلد اللي بيه حكومة وعنده قانون لازم تكون عنده سيادة، والعراق بلد قديم وعريق بلا تاريخ، ماكو داعي نشرح لكم اياه، انتم تعرفون من هو العراق. الناس اللي تسمعني اكيد يعرفون اني المن اقصد، كلامي واضح، ماكو داعي لهذا التدخل. يا حكومتنا يا الموقرة، اعتقد بانه العراق كفيل بانه يدير شؤونه الخاصة بنفسه، ما يحتاج احد يتدخل. احنا عندنا من الخبرات، مو اللي بس تكفي العراق، لا تكفي واحنا نصدر خبرات الى دول الجوار. مثل ما تعرفون اكو كثير من الدول من دول العالم معتمدة على الخبرات العراقية، اطباء، مهندسين، دكاترة في كل مجالات العالم. العراقي معروف. لو ممكن شنو مثلا تريدون من دول الجوار؟ الغيرة، الشهامة، هذه من صفات العراقي، يعني احنا مشهورين به. يا ما نريد نجيب اسماء بهذه الحلقة، ما نريد نجيب اسماء لانه كلكم من ضمن القائمة، فخليكم كاملين. اوجه كلامي لكم كلكم فردا فردا، كلكم مشاركين بهذا الموضوع. دقيت باب الجو كل ظنتي بابي، ذاكرتي صوت عدم من فرقة أحبابي. الدول دائما تتنافس حتى تاخذ التحدي على أراضيها، مثل كأس العالم، تلقى كل الدول تستقتل حتى تستقطب كأس العالم على أراضيها. ليش؟ يعني بالفائدة، جمهور يجي وناس تحضر وعملة صعبة تدخل البلد ويتعرفون على أصل البلد وتاريخه وحضارته وامتزاج الحضارات بيناتهم، استفادون من عنده. إذن من يطلب أن تكون أرضه هي ساحة للتصدي والمعارك هو مستفاد. وبما أنه العراق هو حاليا ساحة للمعارك ما بين دول الجوار، واعتقد كلامي واضح جدا، وهذا هو حديث الشارع العراقي، انا ما دا اجيب شيء من عندي، وهذه مو اسرار. بما انه احنا اساسا ارض صراع لدول الجوار، من المستفيد؟ المواطن انت مستفيد؟ لا، ولا انا مستفيد. اذن يا حكومتنا
لما تكونين انت الفيفا، الله يخليك، داري الشعب ترى هو الجمهور مو بس الفيفا. اشوفكم بعد الفاصل. مثلنا الثاني بهذه الحلقة راح يكون مثل كلش معروف، أنا من الناس اللي دائما استعمله بحياتي اليومية. مثلنا هو خيرهم ما خيروني وبشرهم عموا علي. خيرهم ما خيروني وبمصايبهم بلوني. خيرهم ما خيروني وبمصايبهم بلوني. تاجيتهم خلوني وحدي تبلو وجهي الجان وردي. دار الزمن واليوم جوني. دار الزمن واليوم جوني. المصيبة من تنزل على أحد تعم، إلا بالعراق تخص. مشكلتنا إحنا بالعراق من تصير مصيبة تخص ما تعم. يعني أعرف إنه من تكون قاعد ببيت وعندك عائلة يصير عندك في الظرف تحب يعني تتقشف، حسب ما قالوا الجماعة التقشف. لما تريد تتقشف يعني إنه أنت بعد ما تشتري هدوم جديدة إلك ولبيتك، ما تروح تسوق يمكن فواكه هواية إلك ولبيتك، يمكن ما راح تصرف مصرف زايد إلك ولبيتك. هذا هو الطبيعي. وبكرة ده مليان خير، شايفه عينينا عايشين وياه. يا بلادي يا ابو الكرم يا ابو الزلم والجود، يا بلادي ايامك حزن لبسن هدوم السود. يا بلاد وباب الفرح شوف الوجه مسدود. يا بلادي ومو قالوا جديد الوطن راح يصير قبل وين الوضع عني الوضع هسه. يا بلادي خرج صفا نايم ببطن الذيب. يا بلادي غالي الاكل منين الفقير يجيب. يا بلادي بينا جرح ما ظن راح يطيب. يا بلادي خيرهم ما خيروني وبشرهم عموا علي. لما كان البرميل النفط بذاك الحساب وكنتوا تشيلون بالمليارات، ماكو كهرباء، ماكو خدمات، ماكو مي، ما لنا علاقة بالأمان. ولما نزل سعر برميل النفط وانتوا عبيتوا واشتريتوا برا ودحتوا ورحتوا وتونستوا، وبس نزل هسه تريدون تطلعوها من عندي ومن فلان ومن فلتان. والله لو ترجعون ربع اللي أخذتوه نعيش احنا مرتاحين. بس شو نقول، هذا الواقع العراقي. رمضان كريم، ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركة، صيام مقبول وافطار شهي إن شاء الله. في ختام الحلقة مثل كل حلقة يهديكم كادر البرنامج مثل يلامس الوضع العراقي الحالي اللي إذا تمرون بيه ونمر بيه كنا. في هذه الحلقة راح يكون مثلنا هو عقب الحليب والشاي مالح يشربون. السلام عليكم. Audio Jungle.